ازيكم؟ يلا بينا نعمل احلى طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص من غير لحمه ومن غير فراخ. طاجن كده سريع لايام الزنقه في رمضان. ممكن نعمله في طاجن كبير او طواجن صغيره كده شكلها شيك، وكمان ممكن يتقدم في العزومات، يتحط كده طواجن صغيره جنب كل واحد. اعتمدي الوصفه دي كفطار سريع، وممكن نقدم جنبه شويه شوربه خضار او خضار عادي مع شويه سمبوسه، وكده يبقى تمام قوي. قبل ما نبدا في الوصفه ما تنسيش تشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الوصفه. اول حاجه هسخن طاسه فيها نقطتين من الزيت وعليها كيس لسان عصفور. هبدا اقلب بقى لسان العصفور كويس جدا من كل الجوانب. كمان زودت شويه زيت لان لسان العصفور لما يبقى الزيت بتاعه قليل مش بيتحمر كويس، فمحتاج ان احنا نزود كمان نقطتين من الزيت. هنا في شويه اخد لون غامق شويه لان انا انشغلت بحاجه تانية، فحاولوا ان احنا نكون واقفين واحنا بنحمر لسان العصفور. بعد بقى ما خلصت تحمير المكرونه هبدا ان انا اقسم لسان العصفور على الطاجن، وفي نفس الطاسه اللي حمرنا فيها لسان العصفور هحط فيها نقطتين من الزيت وانزل عليها بالكاري والقوانص. انا هبدا بس اوزع الكبد والقوانص عشان تاخد كل الطاسه، واول ما الاقيها اخدت لون من تحت هرجع احركها تاني. دلوقتي بقى الكبد والقوانص بدات انها تنزل ميتها، هسيبها تشرب الميه دي تماما وبعدين ابدا اضيف عليها الاضافات بتاعتي. بعد ما الكبد والقوانص اتشربت كل الميه، عندي هنا بصلايه صغيره مفرومه، 6 7 فصوص من الثوم، وفلفل اخضر بارد. دلوقتي بقى هقلب خلطه البصل والثوم والفلفل مع الكبد والقوانص. في المرحله دي انا مش محتاجه ان انا اضيف اي ميه، انا محتاجه بس البصل يدبل مع الكبد والقوانص. دلوقتي بقى هبدا ان انا انزل التوابل بتاعتي. حطيت الملح والفلفل، وكمان حطيت رشه من ال7 بهارات. كمان ممكن تضيفوا رشه من القرفه لو حابين، بس انا استكفيت بال7 بهارات. هرجع اقلب بقى تاني البهارات مع البصل مع الكبد والقوانص لحد ما الاقي ان البصل اتشرب البهارات وكمان بدا يدبل معاه. ده كده بيبقى شكله. في المرحله دي هضيف كوبايه من الشوربه، شوربه فراخ، ولو مش عندكم ممكن تضيفوا كوبايه ميه عليها مكعب مرقه، وهكمل بقى بميه مغليه عاديه. انا دلوقتي حطيت ميه بالتقريب، بس لما اجي اسقي الطواجن بتاعتي ممكن ازود ميه بعد كده. دلوقتي بقى هحط كام معلقه من الصلصه، صلصه مش عصير طماطم، يا اما صلصه جاهزه يا اما صلصه انتي مسبكاها في البيت. هفضل احط معلقه في معلقه لحد ما الاقي لون احمر معايا شويه. انا مش عايزه الصلصه تكون قليله في الطاجن ده لانها مش بتديني نتيجه حلوه زي الطاجن اللي بصلصه، فهرجع تاني ازود معلقه بمعلقه لحد ما اوصل للون اللي انا هوريه لكم ده. خلاص انا كده وصلت للون الاحمر اللي انا عايزاه. المرحله دي بقى هبدا ازود الملح. مهم قوي ان انا اعمل حساب المكرونه في الملح، يعني لما ادوق الصلصه دي الاقيها حادقه شويه، لكن لو دقتيها وطلع حدقها مظبوط اتاكدي كده ان الطاجن هيطلع من الفرن ناقصه ملح. ودلوقتي هبدا بقى اجيب الطواجن بتاعتي. الخليط ده مركز، هبدا اوزع الاول الخليط على الطواجن، وبعد كده لو لقيت الطواجن احتاجت ميه هبدا ازود ميه على الطاجن نفسه. انا ما زودتش ميه في الاول لان انا محتاجه ان انا استغل الصوص ده لانه مركز، وبعد كده لو زودت ميه بعدين مش مشكله. وكمان خدوا بالكم لما تيجي تزودوا ميه لازم تظبطوا الملح تاني، يعني هتدوقوا تاني وتظبطوا الملح قبل ما يدخل الفرن، لان المكرونه لو شربت الميه وهي في الفرن خلاص مش هتقدروا انتوا تزودوا ملح تاني لو احتاجت. انا دلوقتي بهز الطواجن بتاعتي عشان اتاكد ان الميه نزلت لتحت، وكمان عملت الطاجنين الصغيرين دول. بصوا بقى وانتوا بتحطوا لسان العصفور المتحمر في الطاجن ما يوصلش لنص الطاجن لان احنا لسه هنضيف ميه وكمان هيرتفع جوه الفرن. خلاص كده دي كميه الميه المناسبه. هغطيه بقى بورق فويل وادخله فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 رف قبل الاخير. هو قعد حوالي نص ساعة، وبرضو أنا ببص عليه وهو في الفرن بشوفه استوى أو لأ. اهم نصيحه بقى في الطاجن ده واحنا بنطفي عليه في الفرن، ما نخليهوش يتشرب تماما، يعني ممكن ان احنا نطفي عليه 3/4 تسويه، وهو بقى مع السخونيه وباقي الجوس اللي نازل منه هيستوي تماما. لكن لو طفينا عليه وهو مستوي تماما اول ما يجي يبرد هيبدا ينشف منكم، زي بالظبط لما بنسلق مكرونه 3/4 سوا عشان المكرونه البشاميل. كمان احنا مش هنسيب المكرونه تستوي تماما في الفرن، هنطفي عليها 3/4 تسويه وهي هتكمل تسويتها من سخونيه الطاجن. كده انا خلصت معاكم الوصفه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. مع السلامه.